السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد بعد طول انتظار. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، وأهم حاجة هو الصلاة على النبي. معانا النهاردة مباراة في دوري أبطال أفريقيا في دور الإقصاءات، الدور ال32 المؤهل لدور المجموعات. مباراة بين الأهلي المصري وسانت تيان الأثيوبي. مباراة قوية جدا التي انتهت في مباراة الذهاب بنتيجة 2 أو 3-0 لصالح النادي الأهلي. مباراة قوية جدا. أنا بتوقع المباراة دي برضه هتتلعب في مصر. طبعا أنا بتوقع إن المباراة هتنتهي بنتيجة 4-0. ده كان مجرد توقيع لمباراة الأهلي وسانت جورج النهاردة. كان معكم حسن رفعت. ده كان فيديو في السريع. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والله عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، وأهم حاجة والصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بنات الجمال، والله ريحتها وطعمها ولونها حاجة كده مفيش بعد كده. أحلى مسقعة، المسقعة دي بتاعت ستي وستك بتاعت زمان. عاملين ايه يا بنات يا حلوين؟ أخباركم ايه؟ النهاردة هعمل لكم شوية مسقعة بس بالثوم، بس مش هحط على بصل. طعم الثوم بيبقى فيها بيخليها تحفة بجد، بيبقى طعمها طعم تاني، وتغمسيها بالعيش كده جنب بصل، حاجه كده مفيش بعد كده. البتنجان انا قطعته ورشيت عليه شويه ملح من نص ساعه كده عشان ايه؟ ما يشربش زيت كتير. وطبعا ده قرنين فلفل، وده القرن الاساسي اللي هيولع الدنيا، ودي راس توم ودقتها ماشي، ودي الطماطم بتاعتها. ما حبيتش اطول عليكم يعني. الزيت تقدحوه جامد، اما تقدحوه جامد ما يشربش البتنجان، ما يشربش زيت كتير. بصوا عشان مقدوح جامد. انا مقطعاه رفيع لان ابني بيحب البتنجان رفيع، بس لو انتوا المفروض يبقى تخين اساسا حسب الرغبه يعني، بس ابني ما بيرضاش ياكله وهو تخين. بصوا بقى بيغلي ويهري ازاي، في ثانيه تلاقوه تحمر. بس طبعا تصفوه من الطبق كويس عشان بيبقى فيه ميه عشان ما تتلسعوش. هنا بقى الطاسه اللي هنحمر فيها التوم، مش لازم كتير عشان طبعا بيبقى البتنجان شارب بزيت كتير. ريحه التوم بقى فظيعه، اكنك بتعملي ملوخيه كده، طشه الملوخيه. برضو ما نحطش ملح كتير لان الجان حاطين عليه ملح من الاول. نسيبوها بقى تتسبك مع نفسها كده
نشوف البتنجان. بصوا يا بنات الزيت زي ما هو مقلش ازاي، عشان فكره موضوع القدحات وفكره اللهم بالملح في البتنجان ده. والله بصوا الزيت، عارفين الزيت دلوقتي مولع نار ولازم نحافظ عليه. بصوا يا بنات الصلصه بقت سبكت لونها وشكلها، ولا التوم ولا ريحتها، حاجه كده مفيش بعد كده. بعد الحلاوه دي نحطها في الفرن نحمر وشها. بصوا يا بنات الجمال، والله ريحتها وطعمها ولونها حاجه كده مفيش بعد كده. احلى مسقعه، المسقعه دي بتاعت ستي وستك بتاعت زمان.